السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ ازيكم حبايب قلبي؟ بصراحة وحشيني جدا جدا جدا، وانا مش متعودة اظهر بوشي. فانا حبيت اللي خلاني طلعت كده بوشي ان انا يعني جيت افتح بث مباشر علشان كان ليا نتعرف على بعض يعني وكان ليا كذا ملحوظة كده، يعني اقول لكم عليها واقول لكم ايه اللي حاجات مفرحاني حاجات مزعلاني كده يعني. ونتعرف على بعض. انا مش عايزه اعمل بث مباشر كل يوم علشان الناس، في ناس قاعده كده على طول يعني البث المباشر ربنا يعينها عليا فيه. بس انا والله انا يعني يومي عادي جدا. يعني انا ست بيت، عندي اولاد، عندي بيت، عندي طبخ، يعني يوم عادي زي اي ست قاعده في بيتها يعني. فمنش فاضيه ان انا اقعد بث مباشر وحاجات من دي، لان انا نازله بمحتوى طبخ. فيديوهاتي كلها طبخ، كلها حاجات ترفيه، حاجات يوميات، يعني يوميات على قد الايد. فانا بصراحه جت اعمل بث مباشر، فلقيت لقيت عندي حظر من على الكواي. وانا اداره كواي كلها بحبها، وبحب العاملين عليها، وبحب كل متابعين على كواي. وبقول لهم بقول لهم مليون الف شكر ان انتوا وصلتوني للي انا فيه دلوقتي. وبقول لإدارة ابلكيشن كواي انا بحبكم برضو. وبس انا جيت افتح بس لقيت لقيت حظر ليا، مش عارف البث مش بيتفتح. طب ليه؟ ليه تزعلوني كده مع اني بحبكم جدا جدا؟ وبصراحة انتوا الابلكيشن الوحيد اللي دعمني وواقف في ظهري وسندني، وتملي يقول لي شدي حيلك، انت تمام وكده. وانا مبسوطه منكم قوي قوي قوي. وانا اصلا يعني قناتي دي انا عاملاها ده باب رزق ليا. انا ست بيت وما بفهمش في النت قوي، غير ان انا بعمل محتوى طبخ وبنزله حاجات يعني فيديوهات ليا على قدي، على قد الايد بعملها. يعني قناة طبخ بسيطة، ما فيهاش اي حاجة، يعني بسيطة جدا، على قد على قد مستوى اي بيت. وانا عايزة اكبر بيكم، وانا اضطريت ان انا اطلع لايف كده واكلمكم علشان انا نفسي تسمعوني. لان انا بصراحة دي حاجة زعلتني، موضوع الحظر دي اول حاجة مزعلاني. تاني حاجة إن أنا بقالي أكتر من سنة ونص على التيك توك. يعني فجأة التليفون هنج مني، فبمسح من عليه حاجات، رحت مسحة القناة بتاعت التيك توك ده غصب عني. طب ده حاجة حصلت مني أنا يعني مش منكم. فبعت عملت حساب جديد علشان مش عارفة أكلمكم ولا عارفة أتصل بمين ولا أروح لمين. عملت حساب جديد عشان ارجع التيك توك، طلع حساب جديد مش الحساب القديم بتاعي. فانا دلوقتي عايزه قناتي اللي هي على التيك توك الحساب القديم، لان انا ليا حساب فيه اكتر من سنه ونص. وانتوا ادرى مني، انتوا ممكن ترجعوا لي الحساب ده. يعني انا المشكله جت من عندي مش منكم، يعني انا قناتي عندكم، قناتي اكتر من سنه ونص عندكم، قناه نور الحياه، يوميات على قد الايد. وبعت فيديوهات عليها صوري عشان تشوفوني، وبعت الواتس بتاعي وتليفوني علشان اي حد يعني عايز يكلمني على حساب يبعت لي حاجة يبعت لي على الواتس. انا ماليش في النت، وماليش في يعني انا طبيعية جدا، انسانة بسيطة. يعني يا دوبك انزل فيديو ومنتجه حاجات كده خفيفة على قدي. ماليش في النت خالص، حتى رسائل ما بعرفش افتحها. انا مش انا بس انتوا اللي تقدروا ترجعوا لي قناتي. انتوا تقدروا تعملوا حاجه زي دي، القناه عندكم اصلا. ويا ريت تعرفوا حسابي ايه، ويا ريت اي رسائل ولا اي حاجه تجيلي على الواتس. ورقم الواتس بعتاه كل فيديو بنزله حاطه على الواتس بتاعي.
علشان اي حساب ليا، اي ملحوظة ليا، تقولوا لي اي حاجة، انا كده كويسة، انا تمام، انا كده تبعتولي على الواتس. ومش عايزة اطول عليكم. و... وانا وفي نفس ما الوقت ما فتحت التيك توك، انا عندي برضو قناتي على اليوتيوب، وبرضو اكتر من سنة ونص اهي، ولسه ما وصلتش لنص المشتركين. انا تقريبا 400 مشترك. انا كان ممكن اوصل من شهر، من بعد ما فتحتها بشهر، بس انا ما عنديش الامكانيات اللي الناس بتوصل بها بسرعة دي. انا سايبة الموضوع ده على ربنا، وعلى امكانياتي، وعلى مجهودي، وسايبة الموضوع ده لحبايب قلبي ومتابعيني. وانا عندي يقين بالله ان انا ان شاء الله هوصل وهكبر بيكم. ومن خلال اللايف اللي انا بعمله الوقت ده، ببعت برضو للتيك توك اقول لهم كل متابعيني برضو عليه بحبكم جدا جدا. ويا ريت تدعموني اكتر. وعايزه الدعم بصراحه، لان انا مش عارفه اشتري مشتركين زي ما الناس بتعمل. انا ماليش في الكلام ده. وانا ظروفي على قدي. يعني انا قناتي ده على قدي وظروفي على قدي، انا ما اقدرش اشتري مشتركين بفلوسي. ان شاء الله كده اللي عايز يدعمني ويشترك عندي، ده حبا ليا وفضل منكم، فضل مش امر، ان انتوا تبقوا عندي على قناتي. وانا مش عايزه اطول عليكم. وهسيب تليفون الواتس عشان اي حساب ليا، اي حاجة، اي حد عايز يدعمني يشترك عندي، يعني ايه، يبقى قريب مني جدا. وموضوع ان انا يجيلي مكافآت من كواي، يجيلي مكافآت من هنا او من هنا، انا ما بعرفش افتحها، ولا اعرف اوصل للمكافآت، ولا اللعب اللي بيقولوا عليه العبوا كذا عشان توصلوا لكذا، انا ماليش في الكلام ده خالص. ويا ريت اي حساب ليا، او اي حاجه اللي هي تخصني، يا ريت الاتصال على الواتس. وانا كذا مره سايبه رقمي على الفيديوهات. ومش عايزه اطول عليكم، يا ريت كل اللي يشوفني يتابعني لاخر الفيديو، علشان بصراحه انا اول مره اطلع لايف، واول مره اظهر بوشي. فانا اضطريت اعمل كده علشان قناتي اللي راحت، اللي انا ضيعتها بايدي. وانا بحبكم قوي قوي، وبحب كل المتابعين عندي في جميع الابليكيشنات. وانا مستنياكم تتابعوني وتدعموني، وان شاء الله انتوا اللي هتكبروني ان شاء الله. اكبر بإرادة ربنا ليا وبيكم، ومش امر، لا فضل منكم. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.